رقم 3، خليكي كاتمة حياتك لنفسك. يعني مش لازم الناس كلها تعرف عنك كل حاجة. اشتغلي في سر، خليكي انجازاتك هي اللي بتتكلم عنك. صدقيني مش كل الناس بتحبك، ومش كل الناس بتتمنى لك الخير وانك انت تبقي افضل، وانك انت تبقي في مكانة حلوة. محدش، او مش كلهم، الا قلة قليلة ممكن هم فعلا يتمنوا لك الخير، لكن مش كل الناس هتبصلك اللي هو ايوه انت تستاهلي وكده وتحبلك الحلو او الخير. لا، هتبصلك على الحلو بس في حياتك، مش هيبصوا على انك انت قد ايه عانيتي عشان توصلي اللي انت دلوقتي مثلا فيه. قد ايه عديتي بايه انت علشان تبقي اصلا كده. وفعلا الناس يا جماعة عينها وحشة وعن تجربة. يعني محدش عارف حياتك الخاصة عاملة ازاي، ومحدش عارف انت بتمر بايه في يومك عشان تكوني واقفة كده. محدش بيكون عارف، فليه يعرفوا بس الحلو في حياتك؟ ليه انت ما تبين لهم الحلو في حياتك فينظروا لك على الحلو اللي في حياتك ويعتقدوا ان حياتك كلها ماشية بيرفكت، وهو مش كده. فلا، انا اخلي حياتي ماشيه بصمت، اخليها حياتي سريه كده اللي هو محدش عارف عني حاجه. خليني غامضه، ايوه خليكي غامضه، مفيش اي